بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنتكلم على صعود السلالم في المنام أو صعود السلم في المنام. صعود السلم من الرؤى المبشرة جدا. صعود السلم في المنام حلم متكرر عند ناس كتير، وكتير من الناس بيقولوا لي شفت نفسي بطلع السلم وأنا خايف ومش عارفة إيه معنى ده إيه. معالم كتير جدا. هو للطالب بيبشره بالنجاح، وللمريض بيبشره بالشفاء، وللتاجر بيبشره بالتجارة رابحة، وللموظف بيشوف درجة عليا في وظيفته أو مرتبة أعلى من المرتبة اللي هو فيها. والتفسيرات الجميلة دي كلها تفسيرات دنيوية. أما في تفسير وله معنى ديني في صعود السلم برضه، فأحيانا السلم يدل على قوة الإيمان، ودرجات السلم في المنام لها معاني برضه. يعني لو شفت نفسك صعدت درجتين أو 3 أو 4، فدي معناه إيه؟ أول درجة بتدل على الشهادتين، تاني درجة بتدل على الصلاة، تالت درجة بتدل على الزكاة، رابع درجة بتدل على الصوم. يعني أنت لو بتصعد وفي سلمة مكسورة قدامك تشوفها هي أول سلمة تاني سلمة حسب موقعها في الرؤية، هتفسر بقى المنام. فلو كانت السلمة الأولى التانية أو التالتة أو الرابعة، فده يقصيرك في الركن ده، في الركن من أركان الإسلام ده. ولو كانت السلالم سليمة فدي قوة إيمانك وعند ربنا. يعني في حد قال لي شفت أبويا المتوفي صاعد السلم، فده معناه صعوده في الدرجات وصعوده المراتب أعلى عند ربنا، رؤية مبشرة يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.